انا من انا وصغير، نحن اولاد ضيعه في لبنان، اولاد قريه. من انا وصغير عندي الكونكشن بالطبيعه، كل شيء ريليتد بالطبيعه، يعني اللي من الحيوانات للشجر للخضار للمطر هيدي الكونكشن بيني وبين الطبيعه. اكشن. كريتا. اسمي أنطونيو أحمرانيا. ابتدينا مدرسة تدريب الكلاب في البحرين، الأولى في الخليج. الحياة غير، لأنه عم تتعاملي مع in the end of day حيوان، عرفتي؟ He's your friend, they are your friends. هن أصحابك، هن ربعك، الموضوع مش بس بالتدريب، الموضوع بعنايتهم، بأكلهم. كل كلب أكله شكل، كل كلب عنايته شكل، أدويته شكل، عنده حساسية، هنا ما خلص بتصير حياتك كلها معاهم. So this is your life, which is I love it. كل شيء شغله بتحبيها بتبتدي هوايه، وبلشت فوت بالاحترافيه فيها من قبل ما اجي البحرين، من قبل 2007، بس ما كان عندي الامكانيات وايد. لما جيت مملكه البحرين، الحمد لله الاوبورتونيتيز في هالبلد، زي ما نقولوا بلد قانون، بلد نظام، بلد كذا، وبلد بشجع الافكار، من دعم تمكين من هون لهون. تحمست انه فاينلي عامل الشيء اللي بحبه. طبعا من وقتها صرت طور روحي، رحت على يو اس اي، عملت شهاده بروفيشنال دوغ ترينر بميزوري، من وحده من اهم جامعات تدريب الكلاب. كل ما عم بحط انفستمنت بروحي عم بشوف الريورد، كل ما عم بطور اكثر. والحين عندنا بلان على السعوديه والامارات نفتح فروع. أهم شيء فيها is a common language. اللغة لازم نوجدها لنفهم على بعض. صراخ ما فيش، دنيا ما فيش. شفتيني أنا دخلت وقاعد، ما يعني بيرلي هي بس بتسمعني، بتسمع هيدا الأمر البسيط. هيدي بنسميها دوك سايكولوجي. أهم شيء بهيدا الموضوع هو two things: timing and consistency. alright. timing يعني دايما بس الكلب يعمل غلط، دايما عندنا نفس الرياكشن. يعني مش انه لا صراخ برجع بدك، لا خبيط، لا ضريب، ولا نفس الرياكشن انه مثلا no and withdraw a treat or no and pop on a leash. Consistency is always every time he does it, every time you're ready for it. Timing هيدي كمان شغله كثير مهمه. الكلب will connect the behavior with the reaction from the handler within 1.3 seconds. يعني إذا سوى الكلب غلط within 1.3 seconds only, I have this very short time لقل له no وصلح له الغلط. أو إذا سوى صح معي 1.3 seconds لقل له yes وكافأة. نحن أولاد ضيعة في لبنان، أولاد قرية. من أنا وصغير عندي الكونكشن بالطبيعة، كل شيء ريليتد بالطبيعة، يعني اللي من الحيوانات للشجر للخضار للمطر هيدي الكونكشن بيني وبين الطبيعة. ماي ستوري انه كيف بلشتها بالبحرين وكيف تشجعت ابتديها في البحرين. كنا اخذين فيلا صغيره، فيلا هيك على قدنا، انا وزوجتي وكذا، وعندنا الجاك راسل تيريز، وي لاف ذم سو ماتش. وثاقبت صار عندي لتر 6 7 بابيز يا جينا بدنا نسافر، بدنا نتصل باحد شي فندق كلاب يعتني فيهم. ابدا، نروح ونرجع مليانين قراد، نروح نرجع واحد ضارب واحد، يعني we could not be happy. alright. so الناس اللي اخذوا البابيز من عندنا صاروا بس يسافرون خلوا البابي عندي. طلعت اخر شيء صار عندي 7 8 10 كلاب، ونصهم مش لإلي. وبلش من وقتها فتش على عكار، فتش على ارض، شوف القوانين شلون اللي يبتدي الواحد هيدا النوع من البزنس. وعندي صاحبي صديقي تعرفت عليه اول ما جيت على البحرين من 16 سنه، ثاقبت اخذ ارض في البرهامه، وعرضت عليه المشروع وابتدينا. والحمد لله today is an empire. We are the number one overall in the Gulf and we get calls from everywhere. عم نشتغل الحين مع جهات حكومية في الإمارات من سنة ابتدينا. yes instability بنسميها and instability. عملنا stable بيطلع بليفت، اوكي، او صوت فجأة خلاص. وفي عندك instability كمان بس with quick recovery. يعني كلب هني مثلا طيحت بليت على الارض، في كلاب بتشرد وما بتقعد ترجع لهني، في كلاب بتنقز وبتجي بتشم البليت. This behavior I would love to see in a dog. This is called quick recovery. حتى لو genetically بس الكلب still okay. So look for these things with a quick recovery وهالامور. If you would like، بدي اعطي نصيحة للناس. Look for the puppy. اول شيء بتعزيهم عن امهم وبتشوفيهم واحد واحد، مش as a pack.
واحد واحد. شوف البابي سسبيشس، الشيطان زي ما يقولون سسبيشس، يجي يشمك عامل لي صوت فجأة هيك. أنا بفتح صدن أمبريلا مثلا، جاست صدن أمبريلا، كله بيعمل هيك، بس في منهم بيرجعوا بيشموا الأمبريلا وفي منهم بيشردون. أنا ما بدي اللي بيشرد. هون بتحسي هيدي جينيتيكلي، بتحسي there is no stability. Okay, he's a puppy, it might change later، بس as a general thing. خلي قطعة قلب أكل وياك، مشي هيك، بيلحق إيدك ما بيلحقها، بيلحس كذا، لأنه food drive is very important for a reward, especially for puppies. I like the Belgian Malinois يلي هو هيدا النوع. ليش؟ في كثير بيسألوني مين أذكى كلب؟ برجع بقول لك الأمريكي مش أذكى من البرازيلي، والبرازيلي مش أذكى من الأفريقي. إلى ما هناك. It is the drive. The drive شو؟ أنا دخلت مع قطعة هوت دوغ تشيري، بس I keep rewarding. كلب ثاني مسلم not interested، تعطيه لحسة تشيلي it's not interested. So when you don't have motivation, you have little reward system to reward the behavior. That's why we have two methods of training: classic conditioning and operant conditioning. The classic conditioning is that إذا كلب ما عنده drive وما عنده hell willing to work, so you still have to do it. This is the classic conditioning method. It's a long chapter in training, but the operant conditioning is that you do it, you get it. We will go back to the same principle of timing and consistency. Dogs do not treat the bathroom as a bathroom sign. يعني دخلنا هني الحين البيت. For the dog, everywhere is bathroom, right? Dogs, by best and fastest way, do not pee or wee where they sleep. This is always a red zone for them. حتى puppy عمرها تشيلي بيتجنب where they sleep. So I use a crate. The size of the dog, يعني crate big enough that the dog can stand without his head touching and can turn. That's it. The rule of thumb is الجرو عمره شهر ماكسيموم ساعة في الكريت، شهرين ساعتين، 4 شهور 4 ساعات، 6 شهور 6 ساعات، اوكي، up to 7-8 hours هي اللي هو دوام عمل الانسان. خلينا نعتبر شهر، اوكي، ساعة في الكريت، بعد ساعة بجيب الليش بحط عليه، بطلع وياه على الزون اللي انا بديها، انا وياه على ليش، سوى yes within 1.3 second and I give a reward. بلعبها شوي وبردها مكانها. ما سوى بردها مكانها، طبعا ريورد ما فيه، برجع بحاول بعد 10 دقائق ربع ساعة. The bottom line is that ما تعطي access للكلب wee or poo nowhere other than in this zone. That's why مش هيك تاخديه على الليش وبترديه بليش. I promise you 3-4 days your problem is done. كل سيرفيس بس ينعمل باحترافيه مربح طبعا، بس لانه سيرفيس بيجوا تشم كورس التدريب عندي بقول له 420 دينار وايد. كيفك انت you're not buying to train your dog، انت you're buying 20 years of experience. You're buying my flight tickets and my courses that I've been spending for the last 20 years in order to put them all to solve your problem. ونحن يمكن the least مربح لانه بنصرف عليهم كثير، بناكلهم ذا بيست فود، اذا الكلب عطس بدنا ناخده على المستشفى، غرفهم توب نوتش، كله عنده اسره، كله عنده تلفزيونات في الغرف، عندهم كذا. So we spend a lot on the maintenance, on the well-being on them. So and we have no problem. We could do more. سؤال جميل جدا. الهاند اوفر هي القصه كلها، لانه انا بدرب كلب على سيستم، اوكي، وانا ليش انا الدوره شهر، اول اسبوعين بدرب الكلب، اسبوعين الباقيين بنتدرب ثلاثتنا مع بعض، يعني بدربك على كلب لعلمك على السيستم، اوكي، كل واحد فهمان هيدا السيستم الكلب بيمشي معه. زي ما ابتدينا في البدايه از لانجويج، نحن اسسنا بهالسيستم لغه تكون المشترك بيني وبين الكلب، نفهم على بعض. علمتك هاللغه صرت تقدر تحكي معه، تقول له تعال يجيك، تقول له اقعد يقعد. You know, so yes, there is no problem at all when using the right system. Anything else you would like to say? I would like to thank you for this. يلي حابب يعرفنا أكثر يتفضل عندنا مدرسة نحن بدن بسكتس في البرهامة، ومنفرجيكم على المكان أكثر. واللي حابب أي consultation، أي سؤال، أي حدا عنده مشاكل، ما في مشكلة، please feel free to get in touch، ونتمنى نشوفكم.